السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين معانا حاجة حلوة جميلة وبسيطة، تحلية كده بسيطة كده في رمضان. ان شاء الله اعملها لكم سهلة وبسيطة. الخطوة اللي انا بس ما جبتها لكوش عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بحب بس اختصر لكم. وزي ما انتم شايفين انا هنا حبيت ان انا اعمل كنافة. طبعا كلنا بنعرف نعمل الشربات، والكنافة انا حطيت سمنة مناسبة. كنافة يعني سمنة، اي حاجة حلويات يعني عامة، حلويات يعني سمنة. لازم تظبطي السمنة بتاعتك، وانا بحب احط زيت عشان السمنة متبقاش تقيلة اوي. وزي ما انتوا شايفين كده معايا، انا جبت هنا بايركس. بعد ما حطيت كمية العسل المناسبة وهو سخن، انا حطيت الكنافة دي في الفرن وسبتها تتحمص، وبعدين طلعتها كل شوية من وقت للتاني واقلب فيها عشان تاخد لون واحد. درجة اللون اللي انت عايزاه خليها، يعني كل ما تكون وسط كل ما تكون احسن. كانك بتحمري شعريه ممكن تعمليها على النار في الحله، وانا عملتها لكم في فيديو قبل كده وطريقتها كانت سهله. فما فيش اي مشكله، انا بستسهل الكنافه بصراحه اللي بتبقى تحمير كده، يعني بترمي معايا كتير وتكون حلوه وجميله وبتبقى كويسه يعني. وزي ما انتم شايفين كده الكنافه كانت في منتهى الجمال، وكانت طعمها حلو جدا وكانت جميله. ان شاء الله يا رب اللي يجربها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. تقدروا تعملوها كنافه بيضه عاديه بالسمنه والسكر وكله. انا بحط عليها سكر بودره وسمنه، كميه سكر بودره بسيطه يعني ممكن 3 4 معالق، مش كتير. عشان كده مش بحط شربات كتير، بتكون هي جميله، بيساعد السكر ان هي تبقى متماسكه وتاخد لون موحد. وزي ما انتوا شايفين معايا كده انا هنا حبيت اعمل بره في الوسع كده، يعني عشان خاطر اعرف اتحرك. وبعدين الصينيه كانت سخنه فكنت محتاجه اخرج في الوسع. وزي ما انتوا شايفين انا جبت هنا الصينيه البايركس. تقدري تجيبي اي صينيه وتعمليها فيها او اي بولات صغيره وتكون معاكي جميله جدا. المانجا كانت محتاجه ان هي تفك شويه، وانا طبعا كنت مستعجله على الوصفه. عشان ايه؟ اقطعها بسرعه. جبت المقص بدل ما اجيب سكينه يعني وبلانشة واقطع، سهلت على نفسي بسرعه بسرعه كده. وكده كده الطبق ده انا هضرب فيه الكريمه، وهتشوفوا هنحط عليها ايه دلوقتي وهنقلها في البوله الصغيره. بس حرفيا كانت تلج، بمعنى كانت تلج، كاني حاطه ايدي جوه التلج، ايدي انا اللي جمدت. والله كانت منتهى الجمال. بعتذر لكم على صوتي، معلش انا اسفه، بس لسه مخفتش، وان شاء الله ربنا يعفو عنا يا رب وعن كل مريض يا رب. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت هنا، يعني انا حطيت كمية تناسب الكمية اللي عندي. ممكن تكون انت عندك كمية كنافة قليلة مش هتعمل مثلا الكمية اللي انا عاملاها، فبراحتك اللي انتوا متوفر عندكم تعملوه. انا استعملت هنا لبن ببستر مع الكريمة ولبن بودرة وكريم شانتيه عادي، اي نوع تفضلوه. انا بحب استعمل نوع كويس ونضيف. انتي بتحبي تستعملي نوع كويس ونضيف تمام، بتستعملي نوع من عند العطار براحتك. كل الانواع، من نوع مغلف براحتك، اللي متوفر عندك استعمليه. انا استعملت هنا معاه كريمه باستري. لو كان عندي كريمه لباني كانت هتبقى احلى طبعا، بس الكريم باستري كان جميل جدا. ممكن تستعملي الكريم باستري لوحده، بيبقى حلو برضو، تضربيه برضو باللبن. انا حطيت عليه سكر عادي عشان خاطر انا مش عايزاه يبقى مسكر قوي، وكمان عايزاه يتضرب كويس، وكل ما هيتضرب كويس السكر هيختفي. فانا عايزه اخد سمك معين ان هو السكر يدوب وسمكه يبقى حلو. زي ما هتشوفوه سمكه بيبقى تقيل. معلش عشان البرد مخليني انا مش قادره اتكلم، فيا رب بس تعذروني يكون الفيديو ينال اعجابكم. وزي ما انتوا شايفين كده بيكون سهل وبسيط، ما فيهوش اي تعقيدات. بنضرب الكريمه كويس. اللهم صل على النبي. وبعد ما ضربتها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، انا لقيتها تقيله شويه، فانا حبيت ان انا اخفها واطلع كل الزيادات اللي في المضرب. برفع المضرب بالراحه زي ما انتوا شايفين. وكده قطعنا المانجا وحضرنا الكريمه، نحضر القمع بتاعنا. ده كيس حلواني بيتجاب من عندي بتاع الاكياس، او لو في السوبر ماركت قسم الاكياس والتغليف بيبقى متوفر في اي مكان يعني. ما عندكيش هتجيبي بقى بلاستر، وهتجيبي القمع بتاعك، وهتجيبي اكياس عاديه، وهتلفي البلاستر على اخر القمع وتفتحي فتحه صغيره جدا في الكيس، وهتحطي القمع بتاعك وهتستعملي عادي.
كريم شانتيه بيكون خفيف مش تقيل، فبيكون سهل عليك. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. انا هنا جبت الام وحطيته، جبت الكيس وحطيت كميه مناسبه كده من الكريمه. هتشوفوا بقى انا محبتش ان انا انزل منها، قلت انزلها على الكنافه على طول. وزي ما انتم شايفين الكنافه مكوناتها سهله وبسيطه. انا ممكن اعمل الكنافه الكريمه بتاعه الكنافه بالميه، ممكن ما اعملهاش كده خالص، ممكن التزويق ده حسب ما انتوا عايزين. انا اديتكم فكره وانتوا استعملوا الطريقه اللي تعجبكم واللي تريحكم. المتاح ليكم هو اللي هتعملوه، المناسب ليكم هو اللي هتعملوه. وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم في كل اللي بقدمه لكم. احنا قلنا نعمل حاجه حلوه عشان رمضان بقى والحركات. رمضان ميحلاش غير بالحاجات الحلوه. هو رمضان هو اللي بيحلي يومنا. فان شاء الله يا رب يحل ايامكم كلها، ودايما يا رب تقدروا تعملوا كل حاجه حلوه وتكونوا احسن وافضل مني بكتير. وزي ما انتوا شايفين كده انا عملت الكنافه بالطريقه دي، وجبت المانجا اللي انا قطعتها نزلتها كده عشوائي، اوزعها كلها كده زي ما انتوا شايفين بطريقه عشوائيه، يعني ما فيهاش اي افتكاسه. يعني ما عندكيش مانجا تقدري تحطي موز، ما عندكيش موز تقدري تحطي فراوله، تقدري تحبيها ساده براحتك. حطي عليها مكسرات، رش عليها اي سوداني، حتى رشه جوز الهند، كريز، براحتك. المتوفر عندك حطيه، واللي مش موجود ما تحطيهوش. يعني عادي حسب ما انتوا حابين وانتوا عايزين، ومتوفر عندكم ممكن تقوموا تعملوها دلوقتي وعندكم كل الحاجات دي، او مش عندكم براحتكم. انا هنا حطيت عليها، حسيت ان فيها فراغات كتير، قلت طب انا عندي ايه ممكن احطه تاني. فانا حطيت هنا مربى الحليب، مربى حليب مش كراميل، ده مربى حليب. وطبعا اللي عملته في في البولة الكبيرة عملته في البولات الصغيرة. جبت بولات صغيرين عاديين خالص، وزعت بقية المانجا عليهم عشوائي، وكانت الكمية بتاعتي حلوة وجميلة وكانت مناسبة. عشوائي كده برضو حطيت عليها روزتات كده من مربى الحليب. جبت كيس حلواني تاني وحطيت فيه حبة وحطيتهم. وبعدين هجيب هنا كريزبيهات كده صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، واحطها بحيث ان هي تكسر اللون شوية، يبقى اللون بتاعي يعني يخلي الشكل بتاعي يعني عامة حلو، شكل الحاجة الحلوة اللي انا عاملاها. اخترعي براحتك، تقدروا تعملوا الكنافة عادي زي ما احنا بنحط عليها السمنة ونلفها بيها والسكر وكله، بس لازم سكر بودرة. سكر بودرة بيكون احلى، بيخليها تاخد لون واحد. واهم حاجة السمنة عليها زيت، بيخليها حلوة وبيخليها خفيفة اكتر. وبعدين تعمليها ديسك واحد وتدخلها الفرن وتضغطيه كويس جدا، وبعدين بيطلع وترصي عليه كل الحاجات اللي انت عاملاها واللي انت حطاها، تكون في منتهى الجمال. ده مربى الحليب اللي انا استعملتها، هو النوع ده تقريبا جولدن باك تقريبا، مش فاكره نوعها كان ايه بالظبط. وكانت حلوه يعني مناسبه، بس هي بتبقى مسكره شويه، او ممكن يكون النوع ده كان مسكر معايا الكيس ده بالذات، الله اعلم. بس انا حسيتها يعني مسكره شويه. لو انتوا بتحبوا الحاجه مسكره فهتكون مناسبه ليكم. فانا كنت يعني عايزه استكفى باللي في الكيس الحلواني، مش عايزه اكتر تاني. فانا حطيت بالشكل ده. وهنا لقيت كام واحده كده في البايركس الكبير، لقيت كام واحده كده يعني مكان فاضي، رحت قلت ازودهم زي ما انتوا شايفين كده. انا كده خلصت، وتكون الحلوه بتاعتنا سهله وبسيطه وخفيفه، ويا رب ينال اعجابكم في كل وقت. انا بقدم لكم فيه اي حاجه بأقل الامكانيات وفيها توفير، وربنا يحل ايامكم كلها يا رب، وبألف هنا وشفا للي يجرب. وان شاء الله يا رب اشوفكم على خير في فيديوهات جديده احلى واحلى مع مواضيع تكات وحركات. متنسوش لو مش مشتركين في القناه تشتركوا فضلا وليس امرا. وبعتذر لكم عن صوتي، بعتذر لكم عن صوتي، بعتذر لكم عن صوتي. ودايما يا رب تسعدوني باشتراكاتكم ووقفتكم جنبي. وان شاء الله يا رب اشوفكم على خير في فيديوهات احلى واحلى. مين هيحط لايك؟
مع السلامة.